الغذاء العالمي والذي صرح فيه بإيقاف معظم المساعدات المقدمة من خلال 1/6 وقبل الزلزال الذي ضرب تاريخ 1/6 بعد الزيارات الكثيرة للمنطقة من قبل الوفود الأممية. نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في إيجاد حلول للأوضاع. يعني أثر برنامج WFP وتخفيض المساعدات على المنطقة. طبعا برنامج WFP برنامج الغذاء العالمي هو أضخم برنامج كان يغطي المنطقة، حيث كان يخدم أكثر من 214 ألف سلة بشكل شهري لأهلنا في المخيمات والبلدات. التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الغذاء العالمي في بداية هذا الشهر حوالي 72% من قيمة السلال الداخلة إلى شمال غرب سوريا. مختصة بمدارسة إن كان هندسيا يطرح على الإدارة المحلية أو على مؤسسة المياه للمدارسة الهندسية. إن كان يتعلق بالإغاثة والغذاء يطرح على وزارة التنمية. إن كان في الصحة يطرح على وزارة الصحة وهكذا. الجهات الإنسانية والفرق التطوعية مقسمة على المديريات الأساسية في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية. ثم نتطرق للحديث عن كارثة الزلزال والاستجابة أيضا لها، وفي الختام نضع من صورة احتياج المديرية على تنفيذ خطوط وشبكات للصرف الصحي. في البداية كما نلاحظ عدد دور إيواء كان 114 دار إيواء موزع على كامل المناطق المحررة. عملت الوزارة على تخفيضها بشكل تدريجي كما نلاحظ حتى بقيت عندنا دار إيواء واحدة في شمال غرب سوريا. كل شخص بالموجودين هو مؤثر في تلبية هذا الاحتياج، خاصة مع انخفاض التمويل يلي عم نشوفه هلا بهي الفترة، خاصة داخلين على 2024 بانخفاض تمويل كثير كبير. زملائنا بوزارة التنمية ومكتب تنسيق العمل الإنساني ركزوا على الاحتياج الخاص بالعوائل، الاحتياج الخاص بالأمن الغذائي. كون احتياج الغذاء هو مرتبط بالبقاء للناس حتى انه يعيشوا، لكن بنفس